ناصية ناصية. فكرة غير جسمك. ناصي ناصي. فكرة غير جسمك، وصاحب الحملة وصاحب حملة محاربة السمنة بالعراق، وبمساعدة أكثر من 100 شخص للتخلص من السمنة. شاب حب يوصل رسالة وحب يوصل فكرة السمنة غلط، السمنة غير شيء، وراد يحاربها بطريقة خاصة. هذا الشاب هو محمد قاسم، صفقة لمحمد قاسم. السلام عليكم. اعذروني طبعا بالبدايه وانا ما اصعد على الستيج وقدام لوجود الرعايه. اعرفكم عن نفسي، انا محمد قاسم، صاحب فكره غير جسمك وصاحب حمله محاربه السمنه بالعراق. وزني اللي قدامكم كان 140 كيلو. بعد تمرين، بعد صبر، بعد انضباط، وصلت الوزن ال 74. حاليا انا تقييمي. اللي بدي من انه احاول انه اوعي الناس من هذا المرض. السمنه ترى مرض كلش قوي يعني وبشكل رهيب. يعني كم واحد موجود هسه سمين او ابوه سمين او اخوه سمين. هذا شنو؟ هذا كله غلط من التغذيه. وماكو وقت يعني مثلا من واحد يريد يتمرن يقول باكر انا اتمرن، باكر التزم، باكر ابدي اتغير، ويجي باكر وهو بعده قاعد مقابل الفيسبوك ومقابل مثل ما قال الولد قبل مقابل السناب شات، ويبقى لحد ما يصعد ويزيد وزنه. لازم واحد من يبدي يتغير لازم يحط هدف قدامه. ماكو شيء بدون هدف، ماكو شيء بدون صبر، ماكو شيء بدون اراده، ماكو شيء بدون انضباط. سوى غريز بترنجو. اللي خصوصا هسه احنا بهالمجتمع يعني العراقي، يعني ماكو وعي بالتغذيه. يعني هسه مثلا كم واحد فيكم حاول يستبدل الدايت وراح على كابتن وقال له عيد نظام غذائي. شو يقول له؟ يقول له فيك بيض او في صفار او في الخبز او في التمر او في ما شنو زين عشان يقول له كل الفواكه شلون ما كان يلا مشي. هذا اكبر غلط. الجسم من راح تبدي انت يعني تحامل على هالمبدا هذا مال الفواكه واقطع. احنا مجتمعنا مو هيك. قعداتنا احنا كعراقيين من نقعد يعني مثلا انت تقعد ويا اهلك يعني معقوله راح تجيب لك تفاحه او تجيب لك فواكه وتقعد على صفحه وتوفر لك ياكلون دوما؟ سووها بعد كذا. فاحنا لازم ناخذ او نمشي على نمط حياتي ماشيين على المدى البعيد بالاستمراريه. يعني لازم نتفق ويا نفسنا انه احنا لا نقطع اكل نهائيا ولا انه حنفوز بالاكل. نحن لازم باكر دوما تريد نايم قضيها بس فواكه وهذا شيء. فالحكمه من هذا الحكي هو الاعتدال بالاكل. يعني الله بينا نشوف احنا هوايه يعني بهالفتره هاي اكو ناس تروح تسوي عمليه قص معده وبعدين نشوفهم بيوقع شعرهم، نشوفهم بده يساعدهم نقص فيتامينات، ونشوفهم هوايه اشياء. هذا كله بسبب شنو؟ بسبب ماكو وعي غذائي. يعني ماكو شيء اسمه تغذيه. لازم احنا يعني انا عن نفسي من بديت فكره غير جسمك. شنو السبب اللي خلاني ابدي بيها؟ السبب اللي خلاني ابدي بيها انه لازم دا اشوف انه للاسف يعني ماكو يعني تحكي واحد بس اني حرام عليك لا نشوف ناشي. جيت احكي من بدايه جيت احكي يعني مثلا اقول لهم يعني اكلوا باعتدال، حسبوا شوفوا احتياج جسمكم قبل لا تبدون بكل شيء. قاموا ضحكوا علي قاعد تحكي خصوصا يعني عن كباتن. اي فبعدين حاولت اطور الفكره، سويت فكره غير جسمك، سويت بيج شويه الحمد لله وجي لقاءات يعني اخذتنا اللقاءات
شويه طورت الفكره، خليت بروفايلي فقط، خصصت بس بروفايلي، خصصت بروفايلي للدايت وللنمط الحياه الصحي، بس بشكل مرح، يعني نقدر نقول تحشيش. خصصت هذا النمط، خصصت بس بروفايلي بالتحشيش، فما اريد اطول اكثر ولا اريد يعني اخذ بالموضوع اكثر. جسمكم اوانه بيكم، عندكم انتم، ورب العالمين راح يحاسبكم عليه اذا انتم غليتوا طول حياتكم تثبت له ابشر بدون تمرين، بدون التزام، بدون كل شيء. شوفوا، هي 3 ايام بالاسبوع مثل ما قال الكابتن قبل، 3 ايام بالاسبوع. يقول مثلا اذا انت مثلا مضغوط مثلي طالب سادس مريض صحوي، نص ساعة احتمال تكفيك، نص ساعة على جلسة ركض، نص ساعة على جلسة ركض، نص ساعة تفيدك أحسن مما تقعد وتطلع حجة على إنه أنا والله وقت ما عندي، يعني وقت ما عندي، وهو مقضيها قلت لكم فيسبوك. فإحنا لازم نضبط نفسنا ونحط هدف قدامنا بكل شيء. انت حط هسه من تدرس انت شنو هدفك؟ هدفك انه تنجح تاخذ شهاده. نفس الحاله لما تريد تبدي نمط حياه صحي، هدفك انه انت يعني جسم قدامك تريد توصل له. حاولوا تنضبطون وتباعون للبعيد، مو انه انتم ما لقيتوا فتره شهر ما استمريتوا بالدايت قطعتوه. المهم اشكر معهد المرأة القيادية، واشكر مجلس الثقافة البريطاني، واشكر برنامج المواطنة. اي نعم. ولا تنسون يلا تليفوناتكم اوكي، وعود كتبوا غير جسمك راح تطلع بالفايضة. شكرا لك حماد، شكرا لك. صفقة له ودي جي شوي، خلينا نحركهم لانه شويه نمتوا من كذي. يلا شباب اوقف خلينا نشوف الوحش.